زي ما احنا بنعمل كل سنه طيبين. بما اننا خلاص دخلنا العيد، العيد طبعا الجيران عملوا كحك وبسكوت، عملنا لنا كحك وبسكوت، عملنا كحك وبسكوت. فانا العيد بيحب العجوه. انا طبعا العجوه اللي بتبقى جاهزه دي احنا ما بتبقاش نظيفه، بتبقى بتيجي تلاقي فيها الله يضرب، ما بحبهاش. فجبت 3 كيلو بلح وفصصتهم كويس، جبت كيلو بسكوت وهفرمها معاها، جاهز الحشوات الاول وبعدين اجي الكحك بتاعي برضه هجيبه معايا. بس كده زي مش عارف. شايفين انتوا بتعملوها ازاي؟ حاجه نظيفه. انا غسله المكنه بتاعتي وقبل ما اعمل فيها بصوا، انت شايفه يا حبايبي، شايفين الحاجه عامله ازاي الاول على ما تشتريها جاهزه. كل حاجه من البيت بتبقى انضف يعني واحسن. كل واحد حسب ما هو عايز بقى. يعني انا لما فتحتش كانت جاهزه والله بتاع كذا سنه من اماكن مختلفه ما بتلاقيهاش خالص. بس سنه بس موجود. بس ساعد بس ساعد. وبعد كده تحت العيال حوالين كلهم بيعملوا كحك وبسكويت. وريتكم الدنيا مفيها هناك قبل. فانا بس كان مش عارفه اعمل بقالي فتره عشان خاطر ساجده. احنا طبعا عارفين كل يوم بنعملها في الزقازيق. ساجده تعمل لكم ميه باي باي يا جدعان. بس سيبونا نقول ربنا يشفيها ويطمنا عليها ونقدر نعمل عمليه بتاعتها على خير ان شاء الله، عشان تقدر تسمع وتتكلم زينا يا حبايبي. كويس يا سماح عشان نخلص شغل علينا. انا هعجب لسه هنعجب الكحك. العجيب بكره. لا لسه انا العجيب العجب بس والمرجل. ايديك هتشوف ايدك. لا يا ساجده، لا يا ساجده، لا خدي واحده يكون ايدك. شوفي الفرشه اللي على الطريق، شوفي الفرشه اللي تحت دي. سماح قلت اسكتي. خد على الصوت. طبعا حاجه في البيت متوفره عندنا، واحده في البيت ممكن تبقى بسكوت والبسكوت عشان خاطر تبقى حاجه موجوده في البيت ما تحتاجيش من حد حاجه ولا تقولي عايزه. انا هعمل لوحدي والله مش معايا حتى انا جوزي او ربنا يخليهم لي الدنيا وما فيها، عشان مش فيها حد اهلي بالبحيره ولا جوزي الشقيه، مش فيها ولا امي ولا ابوي. ربنا يعيننا. انا العجيب يا ماما. قلت لك لسه ما خلص العجل الاول. تهدي بقى واسكتي شويه. روحي طبعي ساعتين في الطاقه. ما راحت معاك ولا مش انا ماما بحبكم قوي. اصلا كده انتوا ايه عموري اهو معانا، عموري معانا بس انا قلت ده عمر يا ولاد. ده عمر اهو. انا حالي عشان واحد دي جبت خرحها لقلب امبارح وعمر مش عاجبه الحلقه بتاعته. بيقول لك انا حلقه كاني راجع الجيش. والله كان واحد ده محمد كده. بس بصي على الكميه كلها والله مش هتتم 10 دقايق حضرتك بس خلاص. اللهم بارك. والكل ده ضمناها حاجه نظيفه تبقى مش مكلفه طاقه ولا القريش وفي الاخر ترميها عشان خاطر ايه؟ خاطر انك انت لقيتي فتره ولا كده تعرفي منها. لا في البيت انت شايفه انت بتعمليها ازاي، حاجه نظيفه لاولادك تقدري تاكليها وانت مطمنه، شايفه انت بتعملي ايه. ماما دي حبيبتي عشان هي بتاكل الحاجات كلها وهي قدريه اتعلمت الحاجات دي من البحيره بقى، مش مننا، من البحيره صح يا ماما؟ تعالى كده بصي يا ماما. اسكتي بقى. بصوا يا حبايب قلبي انا خلصت العجوه اهي، وده جايبه كيلو ملبن هعجنه معاكم. محتاجين سمنه يا روبي عادي وشويه سمسم والعجوه برضه هنعجنه معاكم. هنحط كده هنا ايه معلقه كده. الملبن لازم تكون جايبينه ملبن فاتح يا حبايب قلبي ما يكونش غامق. نبدا نعجنه كده واحنا بنجهز الحشوه قبل ما نعجن عشان كل حاجه تبقى ايه جاهزه وكل حاجه معموله معاكم يا حبايبي. هنحط لها كده ايه ريحه الموز عشان تخلي ريحتها، هي السمنه والله بامانه روابي احسن من السمنه البلدي، ريحتها تحفه. بصوا جايبه ريحه الموز اهو، هحط منها شويه هنا وهحط برده شويه على العجوه بتاعتي. الريحه كده بامانه حسستنا ان احنا في العيد والله يا حبايب قلبي. بصوا كده انا حابه ان انا احط شويه سمسم على الملبن بتاعي. السمسم دوت جاهز متحمص جاهز يا حبايب قلبي بتاع الحلويات، الكيلو منه ب 100 جنيه يعني هو جاهز مش متغربل ومتنقي. وبصوا اكل على طول. الحاجات كلها جايبها من استاذ عطيه امبارح محل فانيليا في بلبيس يا حبايب قلبي. اهو كده الملبن بتاعي جاهز معانا. اهو هنخلص دلوقتي العجوه ونطلع بره بقى ايه نقطعهم. بس هاجم بقى الاول برضو وهوريكم انا هعمل الكحك على البارد، مش هقدح السمنه يا حبايب قلبي. على البارد ده مش هتعمل حموضه حاجه ما تبقاش حرحره صدر اولادنا، ما تبقاش حاميه على الاطفال ياكلوا منهم قد الكميه اللي هم عايزينهم مش هيتعبوا ان شاء الله. بصوا انا بشوف اي تكتلات اهي
بدعكها كده عشان ما يبقاش في تكتلات. اهم حاجه الملبن بتاعكم يكون نوع نظيف، يكون ابيض. انا جايبه الكيلو من ده ب 40 جنيه والله يا حبايبي، بس حاجه بامانه يعني زي الفل. بصوا بصوا يا حبايب قلبي، اللهم بارك. يعني هجيب العجوه كده، العجوه دي كان بلح وانا فرمت دلوقتي قدامكم، فهجيبه برضه هعجنه كده واحط هنا السمنه بتاعتي. بص يا حبايب قلبي، التليفون كان فيه مشكله ما صورتش وانا بعجن العجوه، هي اهي من غير ما اعمل لها اي حاجه. هي العجوه بسم الله ما شاء الله طريه، فحطيت لها شويه سمسم وريحه الموز، ريحه الموز واللهم صل على سيدنا محمد، وشويه سمسم عجنتها اهو. انا بقى هجهز السمنه بتاعتي والدقيق بتاعي، طلبات الكحك بقى استنوني. بصوا يا حبايب قلبي مقادير الكحك بتاعي، عشان انا هاجي 5 كيلو بس، العجان بتاعي مش هياخد ال5 كيلو دولت، 2 كيلو ونص دقيق. عشان تعملي ناعم زي بتاع المحلات، لكل كيلو دقيق بيحتاج 500 جرام سمنه بس. عشان عايزاه ده ناعم قوي، مش قوي يعني زي المحلات بالظبط، بنزود 50 جرام سمنه. يعني دولت لل2 كيلو ونص دقيق محتاجين اللهم صل على سيدنا محمد لكل كيلو دقيق ليه نص كيلو سمنه و50 جرام سمنه زياده. قلب السمنه بتاعتي كيلو وربع، وعشان دول 2 كيلو ونص دي، ومحتاجين ايه 100 جرام زياده. يعني بدل ما يبقى كيلو و250 جرام، ده كيلو 350 جرام. دولت يا حبايب قلبي الدقيق بتاعي، معلقتين من ريحه الكحك، فانيليا، البيكنج باودر والخميره الفوري وذره الملح، معلقتين من السكر، 5 معالق كده كبار سمسم، حلويات محمص كده جاهز. هننزل بالمكونات الجافه كلها على الدقيق، بيكنج باودر، الخميره والسكر، وعندي هنا ريحة الكعك. ومحتاجين بقى مية للعجن. هنقلب كل المكونات دي كويس. انا هعجن على مرتين لان انا هعمل 5 كيلو يا حبايب قلبي، فانا قلت ايه اوريكم برضو. يا حبايب قلبي نشف بس العجان بتاعي. هنزل بالسمنة الأول على البارد اهي، بصوا هقعد أضرب فيها لما يبقى القوام كريمي خالص في العجان. باخدها كده واروح العجان. بصوا كده نشغل اهو. تعالوا احنا بقى نجهز كده الحشو ونقطعها انا اهو، عبال ما السمنه تنضرب كويس يا حبايب قلبي. مش عارفه سامعين ولا لا الصوت. بصوا اهو، عشان واحنا بنحشي، عشان انا لوحدي يستسهل عليا في الحشو ما ياخدش وقت مني. نستفاد بالوقت بتاعنا. على كده العجين شغال اهو بيضرب في السمنه كويس. وبعد كده هننزل عليه بالدقيق بتاعنا، بس لما السمنه تنضرب كويس بتبقى كريمي. حاجتي في البيت، شايفه انا بعملها ازاي، حاجه نظيفه. تتحكمي في الحاجه براحتك، عايزاها مسكره مش عايزاها مسكره، عايزاها ساده، اللي انت عايزاه بقى. احنا بنحب الحاجه محشيه بامانه، يعني ما بنحبوش ساده، لان انا مش بشرب شاي اصلا، فانا ايه بحب اكله كده يعني من غير حاجه يعني، ده حسب الرغبه بتاعتكم يعني.
بصوا الريحة تحفة. بس بصة كده على السمنة حبايب قلبي. بصوا بشكل لكم برضو عجوة. نقص الجوه الكبيرة فنصغرها شوية. يلا كده كده عشان هنحط الدقيق.
كده. شوفوا شكل السمنة يا حبايب قلبي، كريمي خالص. هنفضل نشيل ده كده عشان نعمل مسلخ عادي. انا هحط شوية من ريحة الورد دي يا جماعة. نركب السلاح كده بتاعي. هنبدأ كده نقول بسم الله. بص يا حبايب قلبي، والله ذاكرة التليفون ممتلئة، فكل شوية أصور يقطع الفيديو، فأنا هو يعني شغلت العجينة عجن. بصوا أهو عامل ازاي العجينة، مش محتاجة أصلا حاجة. هنحط لها بقى شوية مية كده عشان العجينة تلم. هجهز بس شوية مية فترة كده. بصوا يا حبايب قلبي، دي الكوباية اللي كان مكانها السمسم، ننزل كده بيهم ونعجن كده بسم الله. بصوا العجينة بدأت تلم يا حبايب قلبي اهو. هنجيب لها شوية مية كمان كده. متاح لبن على مية حسب ما متوفر عندك يا حبايب قلبي. هنشوف كده. بصوا بصوا يا حبايبي، العجينة كده جاهزة ما بتفتحش اهي. بصوا نعملها برضو كمان لفة كده. بصوا ديت كعكة شكل القطايف. انا بحب اشكل كده في الكعكة عندي، اوريكم تعملوه ازاي. بدي قدامكم. انا بحب انقشه، ما بحبش اعمله بالآلة التانية. بصوا بناخد حتة عجينة كده، نعملها كده. والطبلية انا غاسلة الطبلية ومسحها كويس قبل ما اشتغل عليها. والملبن اهو بنعملها كده ونحطها على طرف الكعكية هنا كده، ونتني بقى ده عليها اهي. تفتحيها بقى كلها تبقى الملبنية بطول الكعكية كلها كده. ونظبط الجناب بقى كده. يا شيخة بتعملي ايه؟ الله يهديكي. بصوا بالمنقاش كده، وننقشها حسب ما انت عايزة. هنعمل رسمة ورق الشجر، وهنعمل عملت المدور، وهنعمل اللي هو الحلقات عشان كده ناخد تشكيلة كويس. بصوا هوريكم برضو ده تشكيله برضو ازاي. هوريكم اللي انا لسه موريهولكوا دلوقتي ازاي نشكله.
بصوا عجينه كده ماشي، نحشيها مثلا حته عجوه ولا حاجه، بس العجوه طريه وجايبها ازاي اهي، بنحطها كده. شوفوا بقى العجوه في كل القعقايه بتاعتي. بصوا اهي يا دوبك كده. بصوا دغزه بسيطه كده بكلية ايدينا اهي عشان صوابعنا ما تعلمش فيها. بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينه ولا مشققه ولا اي حاجه، زي العسل. ساجده بتقول لكم بصوا يا حبايب قلبي، دعواتكم لساجده بالشفا يا حبايبي والنبي في يوم المفترجه اللي احنا فيه اهو. بس انا عشان شغاله قطايف هكمل قطايف، هوريكم برضو لما اعمل حاجه تانية هوريكم التصنيفات التانية. بص يا حبايب قلبي، اول صينيه لسه مطلعه من الكعك، انا خلصت ال5 كيلو لوحدي عمايل، ودلوقتي بقى سويته. بص عامل ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك، مش مستحمل دايب. بصوا 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 قلبه، شايفين يا حبايب قلبي؟ بصوا القلب فاضي عامل ازاي من جوه، شايفين؟ مش مكتوم. بصوا بصوا بصوا، انا مش عارفه امسكها والله عشان سخنه. بصوا شكل الكحكايه من جوه. بصوا ده الكحك القطايف اللي انا عملته، ده اللي انا قلت لكم عليه معمول قطايف. بصوا شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله.